السلام عليكم خاوتي وخياتي، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد دايما في قناتكم قناة دينا. راني نقول خاوتي وخياتي خاطر بزاف من الاخوه يعني راهم يبعثوا لي ولا يكتبوا لي في لي كومونتير باللي ما راهمش يتبعوك غير النساء. الوغ اليوم جبت لكم الوصفه هذه تاع النوغا، شكون فينا ما يحبهاش وشكون فينا ما كلهاش كي كان صغير. جبت لكم الوصفه خاطر كاين بزاف اللي مازالهم يحبوها ومازالهم يحبوا ياكلوها، مي بالك ما يلقاوهاش متوفره بزاف برا ولا ما يخرجوش دائما باش يتحصلوا عليها. وشوفوا كيفاش تجي معلكه وهذاك الكاوكاو يبقى يقرمش من الداخل بنا ولا اروع. بلا ما نطول عليكم خياتي، يلا نمروا للمقادير وطريقه التحضير. برك قبل ما نبداو ما تنساوش تخلوا لي جيم وبارطاج هكا باش تدعموني، واذا راكم جدد في القناه ما تنساوش ديروا ابوني هكا باش يوصلكم كامل جديد تاع الوصفات والروتينات. الحاجه الاساسيه في هذه الوصفه واللي تتكون منها هي السكر. راح نكيلو 2 كيلات تاع سكر. انا هنايا يعني راح نقسم المقادير، نتوما راح نمد لكم المقادير تاع كونتيتي هكا تاع 2 كيسان قسم ما تقدروا تاكلوا في العائله، ما راحش تجيكم كميه صغيره. وراح نمد لكم كامل لي زاستيوس باش النوغا تاعكم ما تجيكمش مره. كاين بزاف اللي كي يخدموها تجيهم مره. المره اللي فاتت كي حطيتها لكم في الانستغرام بزاف اللي قالوا لي ما نجحتلناش باسكو ما عطيت لهمش كامل التفاصيل، يعني درت لهم فيديو خفيف فيه مده دقيقه. هذا ما كان. هنا راح نستعمل 2 كيسان سكر عادي، السكر اللي نستعملوه في القهوه. راح نستعملوا كميه تاع خميره الحلويات، كميه تاع الزبده اللي هي مغرف كبيره زبده، وشوفوا غنجقت كامل الحاله بالسكر. وراح نسحقوا كميه تاع الملح، كميه يعني مليحه تاع الملح، هذه واسمها كراميل بور سالي كومسي. راح نستعملوها بالكراميل بور سالي. نحطوا هذوك 2 كيسان سكر في الكسرونه تاعنا ونحاولوا كيفاش نخلوهم على نار هاديه، ما تكونش هاديه بزاف، يعني نزيدوا لها شويه باسكو اذا خليتوها بزاف ناقصه ما راحش يذوب لكم هذاك السكر. راح تطولوا نتوما واقفين عندها وتستناو. الوغ يعني النار تكون متوسطه، وكي يبدا يذوب من التحت هنا وين نقصوا للنار باش ما يتحرق لكمش، خاطر الا فاتت بدات تذوب وتاخذ هذاك اللون المارون قبل ما يذوب لنا كامل السكر، هنا وين راح تتحرق. بعد ما ذاب لي كامل هذاك السكر راح نضيف ملعقه كبيره تاع زبده يعني اللي نستعملوها اللي ندهنوها في الخبز مع الصباح. ما نستعملوش المارغرين، نستعملو الزبده اللي تكون فيها نسبه تاع الملح، يعني هذه هي علاش قلت لكم زبده. ولا ما توفرتش عليكم عندكم يعني معليش تقدروا تستعملوا المارغرين. نبقى نخلط فيها هكذا حتى يتجانس. نتوما الخليط تاعكم راح يبدا يدير كامل الرغاوي. بالك تخافوها ما تخافوهاش الا شتو النار تاعكم راهي شويه قويه، دنوا الكسرونه مع النار كيما درت انايا، دنيتها وبقيت نخلط. شوفوا كانت هكا كامل دير في الرغاوي. سيو كيفاش تخلطوا بسرعه، ما تخلطوش غير بالعقل، وسورتو قلت لكم بعدوها على النار. هنا راح نزيد نضيف رشه مليحه تاع خميره الحلويات، حوالي ملعقه تاع قهوه صغيره ولا ملعقه وشويه معليش. كل ما زدنا الخميره الحلويات هي اللي راح ترجع لنا النوغا تاعنا خفيفه وما راحش تجينا يابسه. كاين تاني اللي كي يروحوا يخدموا النوغا تجي يابسه ما تجيش تتعلك، وانا صراحه نحبها هكا كي تكون تتعلك. ويعني هي سي فغي كاين بزاف اللي يوجعوهم ضروسهم منها، بصح ما ننكروش انها حاجه حلوه وبنينه وكنا كامل نحبوها كي كنا صغار. كي نشوفوا بلي تحصلنا على هذا اللون الشباب نبداو نزيدوا نضيفوا 4 كاس. شوفوا تبعوني مليح، 4 كاس تاع ما يكون سخون سخناه. انا هذا الكميه تاع الماء سخنتها في الميكرووند، وانتوما ما ديروش كيما انا تالمو كنت نصور يعني كنت نخدم بيد ونحط باليد الاخرى الماء. انتوما من الافضل ولا من الاحسن يد راهي تفرغ في الماء واليد الاخرى راهي تخلط، يعني حاولوا كيفاش تخلطوا بمغرف تاع حطب ولا بالفوي ولا الحاجه اللي توفرت عندكم. المهم يد تفرغ ويد تخلط حتى ينسجم الخليط تاعنا هذاك تاع الماء والكراميل اللي كنا حضرناها. هنا في المرحله هذه مر ما تضيفوا قلت لكم بعد ما نضيفوا هذاك الماء وينسجم معنا كامل في الخليط نضيفوا رشه مليحه تاع الملح. يعني في هذه المرحله شوفوا ما تضيفوهاش من قبل، في هذه المرحله ضيفوا رشه مليحه تاع الملح. هذيك الرشه تاع الملح هي اللي راح تصلح لنا الذوق، فوالا هي اللي راح تصلح لنا الذوق، ما راحش يبقى بزاف حلو، راح يتكسر هذاك الحلاوه هذيك راح تتكسر وراح تمد لنا بزاف بنينه. هذه هي كيما نقولوا كيما الكراميل بور سالي، تجي فيه واحد الملوحه هكذا مع الاخر ما نحسولهاش ممتازجه بهذيك الحلاوه.
وفي هذه المرحلة راح نبدا نضيف في المكسرات تاعي اللي هي خيرتها تكون كاوكاو. الكاوكاو تاعي كنت حمصته من قبل وكان بارد، وبديت نضيف فيه هنايا في الخليط. غير نبدا نضيف فيه يعني، وقبل ما قبل ما نكون يعني سمعوني مليح، قبل ما نكون حضرت كامل هاد المراحل في الاول، قبل ما نبدا نطيب نكون حضرت هاد البابي كويسون في كاش سنيوه ولا كاش نيمبورط عفسه كانت عندكم. انا خيرتها تكون هكذا بالطول هكذا باش كي نقطعها هذوك لي مورسو يجوا بالطول، يجوا طوال كيما اللي يشروهم برا. وراح نوريكم كيفاش تغلفوهم بالسيلوفان هكذا باش تتفاداو انه لي مورسو تاعكم يلصقوا في بعضاهم هكذا بهذه الطريقه. نتوما غير تحطوها فوق البوطاجي، تكونوا موجدين قلت لكم من قبل، تبداو تخلطوها غير شويه وتفرغوها في هذاك المول تاعكم، ما تخلوهاش حتى تبرد ولا تجمد. هنايا اذا كنا في زمان البرد تقدروا تخلوها غير فوق البوطاجي هكا راح تحكم روحها، واذا كنا في الصيف وكانت شويه سخانه حطوها في الثلاجه مده 10 دقائق، ولا في الكونجيلاتور مده 5 دقائق. يعني من الاحسن تحطوها لتحت في الفريجيدار هكا باش ما تجمد لكمش بزاف. وكي تخرجوها من الثلاجه ابداو تقسموا فيها مباشره، وهذاك البابي كويسون ما راحش يخليها لكم تلصق. يعني هذيك البابي كويسون راح يعاوننا باش النوغا تاعنا ما تلصقناش في شوفوا كيفاش تنحات فاسيلمون. ما على باليش كل منطقه واش يسموها، احنا نقولها النوغا، يعني كي كنا صغار كنا نقولها النوغا. وكاين اللي يقول لي النوغا هي هذيك البيضه على بالي. نبداو هكا من بعد نقسموا فيها، نحاولوا كيفاش نقسموها وهي بارده، وإلا جاتنا صعيبه باش تتقطع نحاولوا كيفاش نخلوها مده دقيقه ولا زوج خارج الثلاجه حتى تطلق روحها شويه باش التقطيع تاعها يجينا سهل. شوفوا هذاك الكاوكاو كيفاش راهو يبان يعني يقرمش لداخل، وهي شوفوا كيفاش راهي معلكه كيما يحب الخاطر. انا هذيك النوغا اللي تجي يابسه هي صراحه انا هذيك ما نحبهاش باسكو توجعنا في سناننا. شوفوا هنايا كنت عضيت، شوفوا كيفاش تجبدت معايا فاسيلمون وتجي طريه وخفيفه، خاصه كي ضفنا لها هذيك اللمسه تاع خميره الحلويات هي اللي رجعتها لنا هكا خفيفه. شوفوا هنا تاني راح نديرها غير بيدي، شوفوا كيفاش راهي معلكه. الناس اللي يحبوا الحاجه المعلكه كيما انا راح يفهموني، انا نحب حاجه هكذا اللي تشوفوا كيفاش جات بنينه. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، وان شاء الله الفيديو هذا يكون عجبكم، ان شاء الله يكون خفيف عليكم. هنايا بعد ما حطيتها فوق هاد لا بلونش شغل بداو غير يبداو يطراو كيما نقولوا، يبداو يلصقوا في بعضهم. سي بوغ سا انا واش درت كيما يديروا برا، حكمت كل مورسو شوفوا كيفاش بدات تلصق في بعضها. الوغ واش درت، حكمتها كامل لصقتها هكذا بلوتو، غلفتها كامل بالسيلوفان ولا بالبابي سيلفوريزي هذا باش تانيك ما يلصق فيها غبار ما حتى حاجه.